بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة لمحة من الماضي تقدم المسجد الأثري بمدينة العيون، إعداد وتقديم سعود بن محمد بن صالح الزعبي. يعتبر المسجد الأثري من أبرز المعالم التاريخية بمدينة العيون بمحافظة الأحساء، والمعلومات عن هذا المسجد قليلة، وسوف نحاول أن نقدم في هذا التقرير بعض المعلومات التي تمكنا من الحصول عليها. يقع المسجد في الطرف الشرقي لمدينة العيون، محاذي لطريق العيون العقير، ويبعد عن مستشفى العيون العام كيلو 300 متر، وكذلك يبعد عن طريق الدمام الأحساء شرقا 4 كيلو 300 متر في منطقة طلة أو طليلة، وهذه المنطقة كان يسكنها أهل العيون قديما، وانتقلوا إلى الموقع الحالي المعروف بالديرة قبل مئات السنين. تم تأسيس هذا المسجد خلال فترة حكم الدولة العيونية لشرق الجزيرة العربية بين عامي 471 إلى 651 هجرية. قد أشار إلى ذلك الدكتور علي المغنم في كتابه جواثة ومسجدها. أطلق على المسجد العديد من الأسماء، منها مسجد الشمال كما ذكر ذلك الدكتور علي المغنم في كتابه جواثة ومسجدها، وذكر أن الشاعر ابن المقرب العيوني ألمح إلى المسجد في إحدى قصائده. مسجد طليلة نسبة إلى المنطقة التي يقع فيها المسجد، كذلك عرف بالمسجد الأثري، إضافة إلى قول البعض بتسمية المسجد بأسماء أسر مختلفة مثل أسرة الغريب والعويض والمهنا والعواد، وعادة اختلاف الأسماء وتغيرها في المساجد عادة قديمة، حتى أنك تسمع عدة أسماء لمسجد واحد في زمن واحد، فتجد من يسمي المسجد باسم الإمام أو المؤذن، ويتغير الاسم بتغير الإمام والمؤذن، وأحيانا ينسب المسجد إلى أسرة أو قبيلة يقع المسجد بين منازلهم أو هم أكثر جماعة ذاك المسجد. المسجد مستطيل الشكل، مساحة 100 متر مربع، يتكون من رواقين، ويتكون من صفين من الأعمدة بين الرواقين تحمل عددا من الأقواس، والأقواس تحملها أعمدة مربعة، وجزءا من الأقواس مهدم، وفي منتصف المسجد عمود أسطواني. وحاليا المسجد ليس له سقف، والمسجد يبدو أنه جامع، حيث يظهر في جداره الغربي منبر بتجويف داخلي في جداره، واستراحة يقف عليها الخطيب، ويصعد الخطيب بواسطة درجات مبنية من الطين. أما المحراب فلا تظهر معالمه حاليا، وربما يكون له تجويف خفيف في الجدار على يسار المنبر، وقد يكون للمسجد مأذنة وتهدمت. كل هذا سوف يتضح إن شاء الله عند إزالة الرمال منه وما حوله. وسور المسجد عرضه 45 سنتي، أما الباب فيقع في الجهة الشرقية من المسجد. وحاليا المسجد محاط بسور من الطابوق، عمل لحماية المسجد من الرمال لوقوع المسجد في منطقة رمال متحركة. أخيرا، كلنا أمل أن يدخل هذا المسجد ضمن مشروع ولي العهد حفظه الله لتطوير وترميم المساجد التاريخية في المملكة العربية السعودية، ويحول إلى نقطة جذب سياحية لوقوعه في منطقة سكن مستقبلية ومحاذاته لطريق العقير الميناء التاريخي السياحي. حتى لقاء قريب، سلام عليكم. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا
لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.